قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، لتعلموا ماذا صنعنا في هذا العام الماضي وما النتائج التي وصلنا إليها وما هو الهدف الذي نسمو إليه بعد عام، ولتطلعوا على كل هذه النتائج ويطرحها عليكم الدكتور عبد الله سمير، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه إحصائية مختصرة على ما تم في دار تحفيظ القرآن منذ عامين إلى الآن. فقد تم افتتاح تلك الدار بهذه القرية منذ عامين تقريبا، بالتحديد في 15/9/2011، وبدأنا من الصفر، من أول سورة الناس، وظللنا نعمل بجد واجتهاد منذ البداية، إذ كان من شيخ المكتب أو من المشرفين أو من مدير الدار، رغم تلك الصعوبات التي واجهتنا في البداية، ولكن بفضل الله تعالى تخطيناها ومضينا قدما إلى أن وصلنا إلى مستوى أفضل. فقد كان عدد الأطفال يزيد في نصف السنة الأولى ما يقرب من 70 ولد وبنت، لدرجة أن احنا ما كناش لاقيين مكان نقعدهم فيه. لكن بفضل الله تعالى ونعيب، ممكن ما نقولهاش نعيب، بس نعاتب أهالينا إن كان فيه اهتمام قليل جدا للأولاد. عدد الاهتمام من الآباء ما كانش كويس، لكن بفضل الله ما يقرب من 6 أولاد ختموا 5 أجزاء في العام الأول، وما يقرب من 12 ولد وبنت ختموا جزئين، وبقية الأولاد كانوا في جزء وما دون الجزء. وبدأ هذا العدد في التناقص كالعادة، تبدأ دراسة والدروس تبدأ الأعداد تقل. ولكن بفضل الله في بداية الدراسة السنة الجديدة 9/2012 استمر الذين كانوا معنا إلى أن وصلوا بفضل الله تعالى إلى ما يقرب من 30 ولد وبنت. كانوا دول الحصيلة الإجمالية للمكتب في العام الثاني. أول ناس 6 بنات كانوا ختموا 5 أجزاء في العام الأول، وصلوا بفضل الله تعالى هذا العام إلى 15 جزء و11 جزء و9 أجزاء من 5 أجزاء، وما يقرب من 4 أو 5 بنات وصلوا إلى 5 أجزاء، اللي هم كانوا حافظين العام الأولاني جزئين بس، وصلوا بفضل الله تعالى إلى 5 أجزاء، وهم ما زالوا في سن 5 سنين و6 سنين و7 سنين، وعددهم يقرب 7 أو 8 أولاد. وهذا العام تم بفضل الله تعالى تقريبا 10 أولاد ختموا 3 أجزاء، و6 أولاد ختموا جزئين، و6 أولاد ختموا جزء، وبقية المكتب الأولاد من 30 جزء وما دون الجزء، بالإضافة للأعداد اللي جات جديدة في بداية الأجازة دي. ولكن نأمل من كرم الله وفضله علينا إن شاء الله في رمضان القادم يكون إن شاء الله تخرج خاتم لكتاب الله في دار التحفيظ، ويزيد الاهتمام كثيرا من الأبناء. وندعو الله في ختام الكلمة أن يبارك في أبنائنا ولكل من ساهم في إقامة الحفل وفي دار تحفيظ القرآن إلى أن تتم بهذا المستوى. وتنويه أخير، في هذه السنة تم بفضل الله إقامة برنامج لتعليم القراءة من المصحف الكريم في القرية، وبفضل الله سيعرض عليكم بعد قليل نتائج البرنامج وتفصيلاته مع الشيخ محمد علي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.